إنه الديربي 116 بين الغريمين التقليديين الرجاء والوداد البيضاويين، والذي تميز بمقاطعة فيصل الوينرز للمباراة، فيما جمهور الرجاء كان في الموعد وأتت فضاء المركب الرياضي محمد الخامس بالبيضاء. الحكم رضوان جيد أنيطت له مهمة التحكيم، أولى الفرص لاحت للخضر، محاولة مسترسلة للرجاء في الشوط الأول. محسن ياجور كان قاب قوسين أو أدنى من افتتاح باب التهديف من خلال هذه المحاولة، وكانت أبرز فرصة لفريق الوداد عبر المهاجم مالك إيفونا. الكاروشي هنا سدد لكن خارج الإطار، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الجانبين. وفي الشوط الثاني الوداد هو من بادر نحو التهديف لكن دون طائل، وبالدقيقة 55 محسن ياجور سيفك طلاسيم المباراة ليوقع الهدف الأول لفريقه الرجاء البيضاوي، وفرحة عارمة لأنصار الرجاء البيضاوي. لاعب الرجاء البيضاوي تفننوا في إضاعة الفرص، وتألق واضح للحارس الشاب والواعد عقيد حارس مرمى الوداد البيضاوي الذي أنقذ هنا مرماه من هدف محقق. الوداد البيضاوي لم يظهر بمستواه الجيد أمام دعوات إحدى المشجعات، لكن محسن ياجور سيحسم النزال بعدما سجل الهدف الثاني عند الدقيقة الثانية بعد الوقت البدلي الضائع. الحمد لله المقابله خديناها بجديه وخديناها بروح قتاليه، وكنا حاضرين بقوه في ذهنيا وبدنيا. ما درناش الماتش انه غيكون كبير، كاع الماتش درناه بحال كاع الماتشات. الحمد لله سجلنا الهدف الاول، كنا نسجلوا 3 أو 4 اصابات لولا التسرع. تنظن يعني وصلنا للحقيقه، يعني بينا الان الجمهور في المباراه كانت في المستوى، ما تتهمش النتيجه، مي المستوى كما ظهر اليوم تنظن بانه شرف كره القدم المغربيه. الحمد لله. اهم حاجه في المقابله، ماشي ما نكذبش نقول لك هذه فمقابله هامه بالنسبه لنا حنا كلاعبين. الحمد لله استطعنا ننتصروا وقلصنا شويه الفريق اللي كيوصلنا على الرتبه الاولى، وحنا غادي نحاولوا ان شاء الله، هذه غير 3 نقاط، نحاولوا ان شاء الله حتى لاخر المباريات نحاولوا نفوزوا بجميع المقابلات. كنا هاجمنا بكل قوتنا كما العاده، ما غيرت ولا حاجه، ما كبرتهاش مقابله. نعرفوا اللي في الوداد فريق كبير عريق وعنده سمعته وعنده اسمه. نعتبر كانت مقابله ممتازه من الطرفين. إذن الديربي 116 انتهى وباستحقاق للرجاء البيضاوي.